أخاطب قادة الخليج وحكام الخليج وحكماء الخليج، أخاطب ملوك الخليج وشيوخ الخليج وأمراء الخليج، ونحن نقدر لهم مواقفهم التي وقفوا بها مع إخوان لهم ووقفوا فيها معنا على مر الأيام. نقول لهم بكل تقدير واحترام: يا إخواننا ويا أهلنا ويا أولي الأمر في هذه الأمة، بلغ السيل الزبا وطف الصاع حتى ضاق وربى. يا إخواننا، إخوانكم في الأردن اكفهرت الخطوب أمامهم وضاقت الأخطار حولهم واشتدت من حولهم. هم لكم سند وظهير وعون ونصير، هم ردءكم وظهركم وعونكم. ضاقت بإخوانكم الأمور. حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن يضعف الأردن أو أن يتعذى الأردن أو أن يحاط بالأردن، والأمور أخطر من أن توصف. فأين عونكم؟ أين هي أياديكم البيضاء؟ أين هي أموالكم؟ أين هي ثرواتكم؟ ألا فلنعتبر بما يجري في سوريا وفي العراق وفي اليمن والآن في البحرين، والله أعلم ماذا يراد بنا وبهم. لئن اشتد الكرب على الأردن وحدث ما لا يحمد عقباه، لن يقف الأمر عند الأردن وحده، ستدور الدوائر على الجميع. أنا أنادي نداء استغاثة لإخواننا في الخليج أن ينقذوا الأردن ببعض ما أفاء الله عليهم، وسيكتب التاريخ وستحفظ الأجيال وسيذكر الناس أننا مددنا أيدينا إليهم وأننا نعاني ونقاسي ونكابد. فماذا هم قائلون وبما هم مجيبون؟ نداء استغاثة لإخواننا في الخليج أن ينقذوا الأردن ببعض ما أفاء الله عليهم. أنا ضد اللي حكى فيه حمد هليل امبارح، قسما بالله العظيم والله ناكل تراب ولا نحكي بهالطريقة، أقسم بالله العظيم. الله يلعن أبوهم مين ما كان يكونوا. السعودية إحنا حامين حدودها، شو مستفيدين منهم؟ نحكي بصراحة، يعني نكون واضحين. إحنا اليوم لا سمح الله لو الأردن بصير فيها إشي وحياتك الخليج كله يسقط خلال أيام. يغلى ثرى بين الثريا والثرى، دولة هلا العوجة كعام العايلين، مهن لحية بيع ولا مشترى، يكرم ثراها عن يدين العابدين اللي درى، يخبر بها اللي ما درى، من دونها ندحم جنب ما يلي.